كده معايا الناس دي بتعمل ايه؟ المفتاح الفرنساوي طلع ليه استخدامات تانية خالص. لو انت عايز تطلع المسمار من الحيطة مثلا او من اي حتة، بتقفل المفتاح الفرنساوي للاخر وبتجيب راس المسمار في الحتة ده ايه، وبتشد المسمار بيطلع معاك بكل سهولة. دي بقى بنت لذينه، الصينيين دول دماغهم متكلفة. بص، هي الشراب ده ما كانتش عايزاه فعملت منه كوينتي وعملت منه دفاية رجليها. مزاج. المعلم ده بقى وفر على نفسه حنفية اكتر من 15,000 جنيه بأدوات بسيطة. جاب غطا ازازة وخرمها. بعد كده جاب اللي هي تقريبا ليفت المواعين حتة منها، تمام. وبعد كده جاب الايه، البالونة، ودخلها في الحنفية يا ابن الايه، وجاب افيز وشد. عمل حنفية ب15,000 جنيه. ده بقى ابن جنية بجد. انت متخيلين ان هو قطع صفحة من النص وهيرجعها تاني مكانها؟ احفظوا بقى الطريقة لان احنا احيانا يعني بنحتاجها. بصوا، احفظوا الفيديو ده بقى. وقلب الصفحة عادي ابن لذينه. محدش بقى يرمي البلالين بتاعت اولاده لو فرقعت، لان انت ممكن تستخدمها كنظام تفلون للحنفيات. بجد عمليه بنسبه 100%. المعلم ده بقى شغل مخه بطريقه رهيبه. هو معاش المفتاح بتاع الحنفيه، فجاب مفك وجاب خيط وربط الخيط جامد على المفك. ايوه، بعد كده نزل المفك وزنق الخيط، شد، طلعت معاه الحنفيه. ناس دماغها متكلفه. صلى على النبي كده وتعالى نشوف الناس دي بتعمل ايه. ماشي، بيجيب كيس، ابره وخيط. ماشي. بعد كده بتملى الكيس، نجيب إفزان نعلقها في الشجرة، تمام، وتقص الخيط. يسقي الشجرة مدة كبيرة. حلوة الفكرة دي. دي بقى لو المزورة اتكسرت. ماشي يا برنس. تمام، وبتجيب المزورة وبتلفها. ماشي. غطا ازازة. هتعمل ايه بغطا الازازة بقى؟ ولا رجع المزورة تاني وبتقفلها تاني وبترجعها مكانها. جامدة اوي الفكرة دي. ماشي. هتعمل ايه بالإفزان بقى؟ هتقصه كده بالورب. ماشي يا معلم. بعد كده ايوه، تسلك بقى الحوض. جديدة أوي الفكرة دي. هتجيب شمعة وتعملها بأستك. بعد كده تجيب اللي هي الدباسة بتاعت اللي بتمسك الورقة دي. ماشي، ومعاها الولاعة. تمام. وبعد كده جامدة برضو الفكرة دي. بحيث ان انت مش كل شوية تفضل تولع وتحط على الحاجة اللي انت عايز تلزقها. حلو. نجيب الصابونة بتاعت الغسيل ونخرمها. بعد كده نجيب اللي هي الودانة دي. ماشي. هنولع فيها. ليه بقى؟ شمعة يعني. اه، حلو برضه. لو ما عندكش شمعة، بتجيب معلقة وبتحطها في وسط الايه، البيض. طب ليه لازمة المعلقة بقى؟ والله بتساعد في تقشيره. أول مرة أعرف المعلومة دي، هجربها. جربوها كده وشوفها نفعت ولا لأ. هتقطع البطيخ ازاي في الصيف؟ تعالى اما اقولك. بصوا الطريقة دي. بيقطعها تقريبا 8 حتت أفقي، بعد كده بيجيبها عمودي. تسحب البطيخة تبقى معاك زي الفل. دي بقى طريقة تانية. بتجيب البطيخة وبتقسمها كده ايه، كذا خط، وبتشيلها. احفظوا الطريقة دي، تطلع زي الفل. ده بقى بيجيب البطيخة وبيقسمها كده نظام مربع، وبيشيل كل الحواف بتاع القشر بتاعتها، وبيقطعها بكل سهولة. مش عارف احنا مكناش بنعمل كده ازاي. الطريقة دي بقى معظمنا بنعملها تقريبا حاليا يعني. بتشيلها وبتقطعها بكل سهولة. والطريقة دي جديدة برضو. لا، برضو بنعملها دي. قسم قسم قسم. طلع يا برنس الحتة اللي انت عايزها وبألف هنا. ده طريقة جديدة. ماشي ماشي ماشي. وبعد كده ولا عملها نظام ايه. الطريقة دي جديدة برضو. احفظوا بقى الطريقة دي بقى، كذا طريقة كده جامدين. احفظوهم ينفعنا في الصيف.